ساحر عظيم بيصاب بشلل رباعي، فبيقرر الذهاب للمحكمة للحصول على تصريح بإنهاء حياته. فيلمنا بيبدأ مع إيسان شاب مصاب بالشلل مش بيقدر يتحرك نهائي. إيسان عنده ممرضة بتساعده، إنما قمر يا عم الحاج، واللي بتكون مسؤولة عنه لأكتر من 12 سنة وبتعمل له كل حاجة لحد ما بيصحى لحد ما بينام. بتغير له هدومه وبتغسل له سنانه لأنه مش بيقدر يحرك غير دماغه بس، وباقي جسمه مش بيتحكم فيه. بيكون إيسان عنده قناة إذاعية بيتكلم فيها عن الناس، وعنده جمهور بالملايين ومحبوب لأن بيديهم طاقة إيجابية. وهو بيتكلم في الإذاعة بيرن عليه واحد اسمه ديت، وبيعرفه إيسان لأنه كلمه قبل كده لما حبيبته سابته، وكان بيكلمه من زمان لأنه زهق من حياته وعاوز ينتحر. لكن إيسان قال له خليك وراها اوعى تسيبها، وفعلا رجع لها وخلف منها طفل. إيسان كان مصدر أمل لكل الناس اللي بتتابعه، يعني شخص مشلول كان بيحب الحياة وبيدي الناس أمل. وفي يوم بيتصل إيسان بواحدة صاحبته اسمها ديفاني، ودي شغالة محامية، وقال لها طلب إنه عاوز يرفع دعوة يطلب منها الموت الرحيم من قضاء الهند. يا عم انت بتدي أمل للناس وعاوز تموت ليه؟ لكن هي لما بتسمع كلامه بتقوله يعني بعد السنين دي جاي تقول لي عاوز تموت؟ ده انت بتدي السعادة والأمل للناس. لكنه بيقول لها لازم تعملي الطلب ده وانا هدفع لك، يا اما هدفع لغيرك وتنفذي طلبي. فبتقول له ايه المجنون ده، وبتروح بسرعة بتكلم الدكتور بتاعه اللي معاه من 11 سنة عشان يعرف هو عاوز يموت ليه. تاني يوم بيجي الدكتور وبيقول له انت قدرت تعيش السنين دي مبسوط، وجاي دلوقتي بعد ما الناس اللي زيك بتاخدك مثل اعلى تقول لي عاوز اموت. فبقول له انه كده كده مفيش علاج لحالته، وان كل يوم بيعاني وموته هيكون حرية ليه لانه عايش محبوس جوه جسمه اللي مش قادر يحركه. بعدها بتروح المحامية تطلب من المحكمة الموت الرحيم، وانه بيطلب انه يتخلص من العذاب، لكن القانون زي القانون المصري واخد بالك انت، فبيمنع الموضوع ده. بعدها الموضوع بيتعرف، ولما صوفيا بتعرف بتتعصب جدا وبتقول له انت ازاي ما قلتليش وانا اقرب حد ليك. وبيجي واحد يدخل البيت يقابل إيسان وبيقول له ان تبع الراديو بتاعه وعاوز يساعده، لكن صوفيا بتقول له يمشي، لكن إيسان بيندى عليها وبيقول لها انت ما بقيتيش مركزة في شغلك الله، لانك بتنسي تقلبيني من السرير علشان الجرح اللي في بطني. في الوقت ده بيدخل الشاب ده وبيشوفه وبيستغرب، فبيقول له إيسان انت عمرك ما شفت حد مشلول قبل كده؟ فبيقول له لا، انا كان نفسي اعرف انت ازاي بتهرش وشك. ده انت جاي تهزر بقى يا معلم. وقتها صوفيا بتقول له لازم يخرج من هنا، فإيسان بيقول له اخرج، فبيخرج من غير ما يتكلم مع إيسان. بعدها بيتكلم الاعلام في التلفزيون يتكلموا عن إيسان اللي كان ساحر، واثناء عرض من العروض اللي اتعرض ليها اتعرض لعجز في احد العروض، ورغم انه ساحر لكنه كذاب ومنافق. كده الاعلام قلب عليه يا معلم، لان كان في ناس كتير كانت بتاخده قدوة على تحمل صعاب الحياة، وبيقوله لما هو بيطلب الموت هو كده منافق وكذاب. طبعا إيسان بيسمع الكلام ده، فبيطلب من صوفيا تقفل التلفزيون وتمسك حاجة تكسرها في الارض عشان يهدى. ايه يا اسطى الافعال الغريبة دي، ما تهدى عادي. لكنها مش بترضى تعمل كده، فبيتعصب عليها فبتديله حقنة علشان ينام ويهدى. وبعد ما تديله الحقنة بالعافية بتروح تكسر فازة زي ما طلب منها بالظبط. يعني ايه صوفيا طلعت اهبل منه. بعدها بيفتكر إيسان ايام لما كان ساحر وبيعمل عرض سحري، وبدأ يتخيل نفسه تاني على المسرح. وتاني يوم بتلاقي صوفيا ان عمر لسه، وبيقول لها ان لازم يكلم إيسان. ولما بيدخل لإيسان بيقول له انه لما كان صغير كان بيعتبره مثل اعلى، وانه اخد توقيعه قبل كده، وانه بيتمنى يتعلم منه السحر. النور بيقطع وبيكون عمر بيذاكر كتاب السحر، وخلاص صوفيا مروحة. فبيفتكر إيسان أيام ما كان بيعمل السحر بالشمعة وبيطير بيها من على الأرض، فبيدخل عليه عمر يتكلم معاه، بس بيقع إيسان وعمر بيعدله ومش بيعرف يشيله من على الأرض. فبينادي على صوفيا بسرعة اللي بتيجي تلحقه بترجعه السرير، وبيعتذر عمر من اللي حصل. إيه يا عمر أنت جاي تتعلم ولا ترازيني؟ تاني يوم بتكون المحامية مع إيسان وبتقول له أنا قررت أساعدك في القضية. بتقوم صوفيا تتخانق مع المحامية وبتقول لها أنت إزاي تساعديه في كده؟ فبتقول لها إنه أعز صاحبها. يا سلام، تقومي عاوزة تموتيه؟ أمال لو بتكرهيه هتعملي إيه؟ فبترد المحامية ان الموت بالنسبة له حرية، وانها هتقف معاه لحد ما يموت. والله ست جدعة. بعدها عمر بياخد الاكل وبيقول لصوفيا انا هساعده النهاردة، وبيروح يتكلم معاه عن اول خدعة عملها كانت مع امه، لانهم كانوا فقراء وهي كانت بتغني في حانة والناس زعقت فيها فعيطت، بس هو دخل عليها وعمل لها خدعة بالفلوس خلاها تطير. راحت امه اتبسطت، فعمر قال له دي كانت اول خدعة ليك؟ قال له لا، اول خدعة ان اخلي امي تضحك وهي زعلانة. بعدها عمر بيتدرب على السحر لكن بيفشل لحد ما بيزهق، بس إيسان بيقول له جرب تاني لحد ما بينجح في مرة. إيسان بيفرح جدا لانه بيفتكر نفسه لما كانت الناس بتسقف له. بعد كده بيقرر إيسان يتكلم في الإذاعة عن موضوع الموت الرحيم،
والناس كلها بتعترض لانهم بيحبوه شايفين قراره غلط، وده خلاه يتعصب لانهم مش حاسين بيه. واخر مكالمه جات لإيسان جات له من ستيلا اللي كانت حب عمره، واول ما جاله العجز رفض يكمل معاها بسبب عجزه وقال لها تتجوز، لكن الغريب انها الوحيده اللي قالت له ان قرار الموت صح علشان تتخلص من العذاب. فبيفتكر إيسان لما كان معاها وبيفضل طول الليل بيعيط على الماضي الجميل اللي انتهى بسبب عجزه. بعدها بنلاقي ناس كتير في الاعلام بتقول هو حر خلاص يعمل اللي هو عاوزه، وان الناس فهمت وجهة نظره وقرر يروح مع المحامية يعمل استئناف وخلاص هيخرج من البيت. قابله رجل دين قال له اللي هتعمله ده ضد الدين والكنيسة بترفضه، لكن مش بيهتم بكلامه. وبيركب إيسان العربية، ودي أول مرة يخرج فيها من سجنه اللي عايش فيه، وبيكون مبسوط من المناظر اللي شايفها. فبتقرر صوفيا تمسي عليه بسجارة وبتقول له روق يا اخويا. بيوصل المحكمة وبيكون هناك صحفيين كتير والدنيا مقلوبة سعادتك، لان القانون الدستوري الهندي مش معترف بالموت الرحيم، علشان كده المحكمة ممكن تحكم حكم جديد، وده بيحصل في حالات نادرة بس. لكن صوفيا بتقول للقاضي ان إيسان فضل 12 سنة مستني وبيتعذب، هل مش من العدل انكم تسمعوا ويتكلم دقيقتين؟ لكن القاضي بيكون صعب وبيقول لها انت بتعدي حدودك مع المحكمة وانا ممكن احبسك. وقبل ما تخلص الجلسة بيطلب إيسان ان يعمل حركة سحرية، وبيقول للمدعي العام يدخل جوه الصندوق وبيقفل عليه، وبيكون المدعي العام جوه مش قادر يتحرك. ولما خرج كان متعصب، فقال له إيسان انت عشت كده دقيقة واحدة من حياتي، ما بالك بيا انا بقالي 12 سنة. وبتخلص المحاكمة وبيستنوا النطق بالحكم. وبالليل كانت الدنيا بتشتي والسقف كان بينقط على وش إيسان، وفضل ينده ومحدش كان سامعه لحد تاني يوم. فضل كده. تاني يوم بتيجي صوفيا وبتتصدم لما بتشوفه وبتنادي على حد يساعدها علشان تحركه. بعدها بيطلب من عمر انه يروح ينادي امه علشان يفطروا، ولما بينزل بيلاقيها ماتت من الزعل على ابنها، وبيحضر العزا بتاعه وهو متدمر نفسيا. ومرة وهو بيتكلم في الإذاعة بيكلمه واحد يعزيه، فبيكون صاحب عمره يسير، بس هو كان السبب في اللي حصل لإيسان. فبيقول له إيسان كل سنة وانت طيب. فبيقول له انت فاكر؟ قال له اصل كان عيد ميلاد اعز اصحابي واللي مات يوم ما اتشليت. وبيقفل السكة. بيفتكر إيسان لما كان بيعمل خدعة الشمعة، يسير خانه وقطع الحبل فوقع على رقبته واتشل. ولما طلب منه يسامحه قال له إيسان انت مت بالنسبة لي يوم ما خنتني. بعدها عمر بيكون اتعلم السحر وبيودعه علشان يمشي، وبيقول له عمر انا عاوز اقول لك على حاجة مهمة. فإيسان قال له انا عارف انك ابن يسير. فعيط عمر وما قدرش يمسك نفسه. بتشوف صوفيا في البيت عقب سجارة مرمي، فبتروح أوضة إيسان عشان تشوف مين عنده، فبتلاقي جوزها اللي طالبة منه الطلاق قاعد بيقول له كلام وحش يضايقه، وبتحاول صوفيا تخرجه فبيمسكها يضربها قدام إيسان. بيكون إيسان حالته صعبة وهو شايف كده ومش قادر يتحرك. بعدها بنلاقي الدكتور مع إيسان وبيقول له انت لازم تروح المستشفى بعد ما صوفيا جوزها خدها. وقتها بيكون الإعلام بيتكلم عن المحكمة هتحكم في القضية النهاردة، فبتحكم برفض الدعوة، فبيتجنن لأن الحكم كان هيريح إيسان. وبالليل بيكون إيسان في سريره، فجأة بيلاقي صوفيا بتقول انها اتطلقت، فبيقول لها إيسان ايه رأيك نتجوز؟ وفعلا بتوافق وبيكون فرحان جدا، وبيجدد إيسان حياته وبيحتفلوا. وبيقول للمحامية رغم انك أسوأ محامية بس انت اعز صديقة ليا. وبيشكر إيسان الدكتور لانه كان دايما معاه، وبيشكر عمر برضه وبيدي عمر لقبه اللي كان الافضل في العالم، وبيشكر كل الناس اللي ساعدوه. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.